السادة المحترمين، السيدات المحترمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا يسعدني أن أكون بينكم، فإن كانت يعني سبب الدعوة هو المسؤولية التي أتحملها اليوم، فإنني كذلك معني بموضوعكم، باعتبار أنني في البداية وفي النهاية رجل تعليم، وأعتقد أن رجل التعليم هو رجل لا يكف عن أن يتعلم، كما أنه مستعد أن يقوم بواجبه متى طلب منه ذلك في تعليم الآخرين، سائلا الله التوفيق، فما كل معلم يعلم الخير. المسألة الثانية هو أن موضوعكم الذي اخترتموه التعليم العمومي، المواطنة، التنمية والإصلاح، هو موضوع بدون شك كبير ومهم، ولكن بصدق وسامحوني أن أخاطبكم في دقائق معدودات، ومجلس الحكومة ينتظرني، أن هذا الموضوع ما فتئنا نتدارسه. أنا والسي الطيب بناني قضينا في هذا الموضوع من 99 إلى حين وفاة السي عبد العزيز بن الفقيه رحمه الله في 2010. سبقنا إلى ذلك رجالات من هذا البلد يتدارسون موضوع التعليم، يقلبونه يمنة ويسرة، يعني يأتون إليه من كافة الجهات، يقترحون فيه مختلف المقاربات. لهذه الدرجة هذا الموضوع معقد؟ خلونا نكون واضحين، لا بد أن نكون صرحاء وأن نقول الأمور كما هي. هل هو بحث عن حلول أم ترويض لمخلوق استعصى على أن يروض؟ لا تكون الأمور واضحة بالنسبة إليه، لأنه غير معقول. كل شيء يبحث الناس فيه عن يعني لب المشكل، ويقررون أن يعالجوه بطريقة معينة، وتبدأ المقاربات وتصل إلى نتائج تكون خطأ أو صواب، وبعد ذلك يمكن تقويم الأشياء ومراجعتها وتصحيحها، ونتقدم خطوة أخرى إلى الأمام. لكن الذي يبدو أن هذا الموضوع يعني يراد له ما يراد له، وفي كل مرة نتخيل أن الوقت قد حان لكي نصل به إلى شيء ما، وربما تكون مقاربتي غير كاملة، ولكن أعتقد أن موضوعكم، أن ندوتكم سوف تتطرقون فيها إلى إشكالية أساسية. هل اللغة، وبالضبط اللغة العربية، هي المسؤولة عن تخلف التعليم أم لا؟ هذا هو السؤال الأساسي والحقيقي. وأقول لكم والله يشهد، لو كنت أنا وقد درست هذا الملف، ومع من دعا إلى المقاربات المختلفة، ومع من دعا إلى اعتبار اللغة الفرنسية هي درسته معهم وفي الهيئات المعنية من مختلف الجوانب، ولم تحصل لي إطلاقا القناعة بأن اللغة العربية هي المسؤولة عن تخلف. ولو حصلت لي لما وجدت أي حراج في أن أعلن أنه يعني لا حاجة لنا بهذه اللغة في هذا المجال، ما دامت هي تعرقل. اللغة العربية لا خوف عليها، يطمئنوا، لا خوف على اللغة العربية. اللغة العربية كائن قائم حي، يعني معلق بكتاب مقدس يتلوه الذين يفهمون العربية والذين لا يفهمونها على مجرى الخارطة العربية والإسلامية، والتي تتسع يوما بعد يوم. لكن هذه هي لغتنا، هذه هي لغتنا. طبعا اليوم الدستور ينص على الأمازيغية، وقبل أن ينص عليها الأمازيغية كذلك لغتنا، كبرنا وحنا كنسمعوها، وكاين نص فينا كيتكلمها بدون حرج. حاولوا أن يخلقوا حرجا، الآن المرحلة ديال الحرج انتهت. الآن انتهى هذا الملف، جاءتنا الدارجة. إيوا دابا
بحال اللي جايب شي بنت باغي يديرها ضرة ديال امها، ما غينجحش هذا الشيء. هذا لعب بالمقدس ولعب بالثوابت ولعب بالأسس التي انبنت عليها بنيتنا وكياننا. الدارجة هي لغة تواصلنا، غنبداو حتى هي وتنحيي السي العروي اللي من اللي سمع واحد التاجر كل مرة كيقلب على ما يبيع لهذه الدولة بصراحة، ويعني يتقرب بكونه صديق للملك. لما سمع هذه الكلمة السي العروي باش كتعرف الرجالات ديال البلاد رغم الخلاف الإيديولوجي ناض باش يرد وأجاد وأفاد وأفحم. ما يمكنش هذا الكلام يكون مقبول في دولة كتحترم نفسها، ما يمكنش. جلالة الملك هو ملك ديالنا كاملين، والكلام ديالو والخطابات ديالو واضحة وراه كنستدلوا بها. انتهى الكلام. لا كانت عندك شي تجارة سير دير حانوت، ومرة قول للناس بغيتي تبيع معجم، ومرة قول لهم بغيتي تبيع الرقمنة، ومرة قول لهم بغيتي تبيع يعني التربية الغير النظامية وتاخذ الملايين ديال الدراهم. التلميذ ديالنا تيكلفنا في النظام العمومي تيكلفنا حوالي 5000 درهم في العام، وهو كان كياخذ 20000 درهم على كل تلميذ في العام باش يدير له التربية الغير النظامية. فلما قيل له نحن كفيلون بهؤلاء سندخلهم في نظامنا قامت الدنيا ولم تقعد. هذه هي الحقيقة. وإحنا ما كنتكلموش على هذا الشخص كنتكلموا على هذا الشخص باعتبار أنه يعني كل مرة كيتجد واحد الشخص باش يروج لواحد الفكرة اللي غتكون العواقب ديالها سيئة. ولهذا اليوم إخواني الأساتذة وأساتذتي الأساتذة المحترمين والمبجلين، وكلكم يعرف التقدير والاحترام الذي أكنه في داخل كياني ليس بالفكر ولكن بالغريزة لأساتذتي من مختلف يعني اللغات والتخصصات وإلى آخره. لا بد أن يتكلم أهل العلم، لا بد أن يتحلوا بالشجاعة المطلوبة لإيقاف العبث، لا بد أن يفصلوا في الأمور بما حملهم الله سبحانه وتعالى. فكتمان العلم لا يجوز، والمرء يحاسب عليه يوم القيامة. لا بد لهذا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكي نقف في وجه الذين يريدون أن يتلاعبوا بمستقبلنا. ماضينا نجا منهم بفضل الله ثم بفضل الرجالات الذين كانوا ووقفوا دائما في وجه يعني الانحراف. حاضرنا والحمد لله نحن ندافع عنه بما تيسر كل واحد من موقعه. المستقبل يجب أن نحافظ عليه. نحن أمة لها مواصفات، لها هوية، لها مبادئ، لها قيم، لها أخلاق، لها نظام سياسي يقوم على أسس. الذين يأتون بمناشيرهم لقطع أسسه لا يمكن أن يكونوا ضمنه ويدعون أنهم يريدون له التقدم. هذا ليس بتقدم، وحتى إن كان من الضروري فلم تعد هذه اللغة هي لغة العصر. خلونا نكون واضحين. الفرنسيون هم أصدقاؤنا، وإذا شئتم أن تقولوا إخواننا راه ما كان حتى شي مشكل. وإحنا ما درناش من المرحلة ديال الاستعمار مشكلة وتجاوزنا، وما درناش منها مشكلة بحال اللي وقع في الجزائر، ولا قلنا صافي اللي عطى الله عطاه، اللي مشى في سبيل الله الله يرحمه، فهمتي، ولا وعاود بدينا العلاقات ديالنا معهم ثقافية واقتصادية إلى آخره. ولكن نحن أمة عربية إسلامية لها مواصفاتها، وتريد أن تتعلم اللغات بدون عقدة. أنا من اللي تقول لي الفرنسية اللغة ديال التفتح أنا قابل بالحق. ملي تبغي تجي تحيد لي اللغة ديالي جو فيغ رياجير ديفيرامون، جو فيغ دير ان فرونسي باش يكون كلشي على خاطره.
نجي تحيد لي ديالي ودير لي لاغريف ما يمكنش. فخليونا نبقاو كيف ما حنا نتعلموا الفرنسيه ونتعلموا الانجليزيه. انا اليوم رئيس حكومه اتاسف غايه الاسف على انني لا احسن اللغه الانجليزيه، وان كنت كندبش فيها شي شويش، ولكن ليس بمكان. هما كيفهموني ولكن انا ما كنفهمهمش. كنقول لهم انتم كتكلموا بسرعه، صحيح كتكلموا بسرعه. فانا انت وانا اتساءل يعني واش باقي من في العمر بقيه باش نتعلمها واحاول. فلماذا بالضبط يعني؟ وطبعا ربما احنا هاد الثقافه ديالنا العربيه ما كتسمح لناش نغلفوا الكلام بزاف، كنجيو ديريكت هما كيجيونا بالاساليب لا ما نعرفش شنو الى اخره. هذيك المناورات لا يمكن ان تروض الاسود. هذه البلاد راها اسد وصبرت وصمدت عبر التاريخ للغزو للمشاكل، صبرت للمؤامرات، صبرت للاستعمار وتجاوزت. الذين يحاولون غير هذا يضيعون وقتهم وسوف يعني يتجاوزهم التاريخ. اللي كان تاجر الله يكمل عليه بخير، يمشي مرة بغى يبيع الدارجة، مرة بغى يبيع الرقمنة، مرة بغى يبيع ما نعرف شنو يمشي، ولكن تاجر ماشي هو عالم. ولا كان كيتكلم على الدارجة يهضر بها هو بعدا، واش كيتكلم على الدارجة ويتكلم بالفرنسية والمحيط ديالو كله مفرناس. أني هذه الدرجة سوف نستغفر معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بزاف هذا الشيء. المغاربة معروفين هما راه ماشي ما تيفهموش، راه تيوزنوا القط من شوالو، كيوزنوا القط من شوالو وكيعيقوا بهذاك داك التحرميات كيعيقوا بها. ويدني ما كيحشموا ما كيبغيوش يواجهوا الإنسان في الوجه ديالو. فالله يخليك السي بناني جاوبوهم انتم علماء، جاوبوهم قول لهم بركات اللي قالوا الاخوان الجزائريين. راحنا عيينا يخليونا فهمتيني ولا لا؟ كيفاش هذه اللغه ديالنا قادرين نقراو بها شنو ما بغينا، وحنايا قال له رضيت بالهم مرضى بي. ملي كنا في المجلس الاعلى للتعليم في اللجنه الخاصه للتربيه والتكوين تيقولوا لنا راه الجامعه بالفرنسيه، تنقول لهم اسيدي حنا قبلنا هذه فرصة باش ولادنا يتعلموا الفرنسي وإن نخليوهم يكملوا الدراسة ديالهم باللغة العربية، ما تفتنوهمش راه عاوتاني غادي نفتنوا هذا الشيء وغادي نرونوا هذا الشيء وغادي فهمتي ولا لا. ولكن شوف يعني إن نمتم عنهم هم لا ينامون عنكم. فلهذا أنا باغي نقول لأبناء الوطن اللي فيهم الغيرة، راه الخلافات والنزاعات في هذه المجالات لا تنفع الا الخصوم، باش ما نقولش الاعداء او لا العديان بالدارجه، لانه شي مرات الدارجه كتكون ابلغ من اللغه العربيه مع المغاربه. العديان ماشي يعني في هذا الامر هذا يعني نوقفوا ونستمروا بحال اللي وقفوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، وراه هذه قضيه مستمره وخصها تبقى. المهم عندنا هو التنميه وهو الاصلاح. وانا غادي نختم لكم، انا دخلت ندرس وكنت كنجيب نقط مزيانه الا في بعض المواد، حتى كررت واحد السنه. هذا هو السر ديال الخروج ديالي من ثانويه الليمون. سجلت في ثانويه ولايه يوسف. في هذيك المرحله جاب الله واحد الفرصه مع واحد الاسره كتكلم بالفرنسيه، تعلمت معهم الفرنسيه ولا ما ننتبه، غير دخلت وليت كنجيب النقط الاولى. كتعرفوا كلشي كان بالفرنسيه، لي زالموغافي لي زالمحادله عقلي بلا ما نتكلموا على العلوم التجريبيه وداك الشيء. وليت كنجي الاول تقريبا في كل شيء. لماذا تعثر مساري الدراسي الاول؟ لانني كنت لا افهم اللغه التي اتعلم بها. فاحنا الاولاد في المرحله الاولى الى حدود البكالوريا يتعلمون باللغه التي يفهمونها فيفهمون ويستوعبون. لما تيوصلوا للبكالوريا تيمكن لهم يمشيو حتى لرومانيا، وتيمكن لهم يمشيو للصين الشعبيه، وتيمكن لهم يمشيو لاي دوله تيقراو بها. تيكون الانسان البنيه ديالو اللغويه تكونات كيكون قادر باش يتعلم يعني باللغات الاخرى، وخليه يقرا في الجامعه بالفرنسيه ماشي مشكل. ولكن نبقاو كل مره نعاود نرجعوا لهذا الهوى القديم لاسباب
يعلمها الله ويحركها أشخاص معروفون لا يملون ولا يكلون رغم الهزائم. رغم حنا واحد فينا لو كان وقعت من ديك الهزيمة اللي وقعت هذا السيد في اللغة الدارجة لكان اختفى من وإنه ما راه ما الذي يحركهم لا يتوقف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.